هما زاد لازمهم يدخلوا الشباب معاهم، لازم فما جسر ما بين الشباب ما بين العباد اللي عندهم تجربه، على خاطر اليوم الشباب مقصي وحسب ما راينا وحسب رؤيتي السياسيه لجميع معناتها الليست نتاع الليست نتاع التشريعيه، فما تغيير كبير ياسر والشباب محطوط حطان جوست باش يلم الاصوات وجوست باش يخدم لعباد معينه في الميدان السياسي اللي هما ديما قعدوا في نفس البلاصه واللي ديما هما يتجراو على السلطه. اليوم يظهر لي شباب عنده بلاصه، واليوم جاتني عديد من المكالمات اللي يشجعوا فيا بارك الله فيهم من العالم الكل، فما حتى عباد معناتها من برا كلموني وقنوات عالميه كلموني، هما اليوم يخزروا لتونس الكل، ونحن حبينا كشباب تونس نعطيوهم زاد كيف ميساج فور باش نقولوا لهم اللي شباب تونس موجود وماهوش باش يخلي الثوره نتاعو باش يكتمل الاهداف نتاعها ان شاء الله بقدره ربي. والله منصب الرئاسه معناتها هو ليس منصب تشريفي، بالطبيعه يلزموا برشا خدمه، واليوم تشوف المصاعب الكبيره خاصه الدبلوماسيه نتاعنا تمسك برشا في العوامل الاخرى. اليوم العالم كله عنده نظره مختلفه على تونس مش اللي عاهدناها من قبل. اليوم لازم نرجعوا في حركه دبلوماسيه نشيطه يقودوها شباب تونس باش نرجعوا ثقه للبلدان اللي كانت تتعامل معنا واللي باش تتعامل معنا بالمجدد، على خاطر لازمنا نقوموا بعلاقات اقتصاديه مع عديد من البلدان الاخرى اللي في طور النمو واللي نجموا نعملوا معها برشا حراك اقتصادي ينفع برشا البلاد ويجيب برشا مواطن شغل، الحاجه اللي يستنى فيها شباب تونس الكل. وبالطبيعه مانيش باش نعمل المحفوظات نتاع الناس الكل اللي يتسمحوا فيها وباش نقم وباش نحيوا الارهاب ونشتتوا الارهاب ونحسنوا نتاع المواطن. هذه المحفوظات هذه اللي قلقنا منها، على خاطر انا من الشباب اللي قلقنا من المزايدات وقلقنا من استعمال اسمنا نحن في الميدان السياسي اللي هو اليوم في ال3 سنين الاخرى مس الصحفيين، معناتها مس حريه التعبير. اليوم عندنا فما راديوات قاعدين معتصمين اليوم مازالوا ما لقاو لهمش حل. كيف ما صارتش استقلاليه القضاء، كيف شبابنا نتاع الراب حتى فنانين يا رسول الله طلعوا جدد كيف قمعوهم وصلوا حتى للسجن واحد. معناتها الامور كلها اقتصاديا مش انا باش نعمل البيلون، هما عملوا البيلون تاعهم وحدهم. لذلك قريت في ليسي زاد كيف حكومي تونسي، قريت في الكامبيوس، ومن بعديك طلعت لفرنسا عملت مشروع غاديك الحمد لله نجح، جبته اليوم لتونس باش تكون تونس هي الديفلوبمون نتاع المشروع هذا نتاع الطاقات المتجدده والبديله اللي تعبنا فيها واللي المجلس التأسيسي صادق عليها أخيرا. ولكن كانت فما عديد من القوانين معناتها محطوطة في الرفوف اللي هي ما تعديتش في المجلس التأسيسي. المجلس التأسيسي في آخر وقت عطى ميساج تخي نيجاتيف للعالم الكل وقت اللي ما تعديش قانون الإرهاب، وهذا كنا نتمناو انه يتعدى وإننا نلقاو حل فيه. هذا خسرنا برشا وقت 3 سنين هذوما الاخرانيين. الدستور كنا نجموا نعملوه في 2-3. اليوم السياسيين نتاعنا اثبتوا انهم ما عندهم حتى نوسيون تاع وقت. النهار بالنسبه للجمهوريه التونسيه قداش يتكلف، ما عندهم حتى قلق. قعدوا 3 سنين عملوا الدستور، من بعديك اشتروا القوانين ما تعدتش. هذا كل ما عشنا احنا باش نسمحوا به كشباب تونس. مانيش ننصب في روحي كرئيس للشباب لا، ولكن يظهر لي نخمم كيما شباب وبرشا شباب باش يتفرجوا فينا اليوم باش يراو فيهم باش يراو فيا انا شاب كيفهم هم، على خاطر انا من حكومه شعبيه من عائله متوسطه خذيت المصعد الاجتماعي اللي كان ديما في تونس اللي هو التعليم واللي هو شويه ثقافه. قرينا على رواحنا، ولكن اليوم وين نلقاو رواحنا قاعدين يطلعوا فينا الاشعام باش نحن نكونوا دروع بشريه. قاعدين تونس ساهله سمنوا ما ثماش كي تخدم له على ثلاثه مجالات يطلع الاقتصاد التونسي ينجم يطلع وينجم الشباب هذا يلقى حظوظه ان شاء الله في الحياه وفي التقدم. فتنا 10,000 قاعدين كيف نكملوا. انا الحمله مانيش باش نوقفها على خاطر هي اكثر حمله هي تطوعيه جات من شباب تونسي باش نكملوا باش نحكيوا مع الشباب وباش نزيدوا ندخلوها، خاطر الشباب هرب من السياسه وما عادش يحب يعمل سياسه في تونس. وهذه المعضله الكبيره، على خاطر وقت اللي نجحوا المنابع الدينيه شفنا اللي بعد 20 سنه ولا فما ارهاب. اليوم لكن ينجحوا الشباب في السياسه بعد 20 سنه ما عادش عندنا حتى شاب يعمل في السياسه، واللي يولي عمره 40 و50 سنه منين باش نجيبوه؟ ما نجموش نستوردوه باش يعمل السياسه التونسيه. وبارك الله فيكم. كنت في الرياضه زاد كنت في تأطير النادي الافريقي لكرة اليد. معناتها نحاول باش نكون الشاب التونسي اللي يحب الثقافه ويحب الرياضه
الشباب يعطيني ثقته قبل ما يعطيني صوته، على خاطر عندي برنامج متكامل. صحيح اللي الزوز حاجات الكبار فيه هما اكثر حاجه اللي ناقصتنا اليوم هو العمل، ولكن لازم برشا عداله بين المرأة والرجل، عداله بين الجهات، عداله بين الاعمار، زاد برشا اشكاليات صايره اللي لازم تتحط على الطاوله تتحط من فوق. هذا علاش انا اليوم قلت شباب تونس قدام مسؤوليتها، خاطر انا برشا قالوا لي لكن نلقاو شاب تونسي والله ناقفوا معاه، والله نعاونوا، والله ندعموا، والله نسمعوا افكاره، وهذا اللي حاجتي بها. نحب نوصل صوت الشباب اللي اليوم عملنا ثوره في تونس على حسب ما هو يقولوا ريت الظهور توا في السياسه والاخبار، يقولوا شباب الثوره شباب الثوره، ولكن الشباب باش تكافل بالبطاله، تكافل باش بالشعبي، تكافل باش بالحرب